الشعب المصري عمل المقاطعة ونجحت، لكن الشركات المصرية اللي المصريين راحوا لها كان ليهم رأي تاني. بعد مقاطعة أي منتج إسرائيلي وشرائنا للمنتجات المحلية، جت الفرصة للشركات المصرية إنهم يحسنوا من جودة منتجاتهم ويحسنوا الاستهلاك. لكن للأسف ده ما حصلش، والشركات المصرية ضربت السعر في اتنين، واستمرت دعوات المقاطعة للشركات العالمية اللي بتساند إسرائيل، وعملنا حملة اسمها حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وده كله بغرض ممارسة الضغط على إسرائيل والتزامها بالقانون الدولي واحترامها لكافة الأراضي العربية وخصوصا فلسطين. ورغم تشجيعنا لمقاطعة أي شركة تعتبر داعمة لإسرائيل في الحرب، شفنا كتير منها على مواقع السوشيال ميديا، شفنا كتير من اللائحات اللي بتضم منتجات غذائية، مستحضرات التجميل والأغذية والملابس، وحتى كمان المطاعم والمقاهي، بالإضافة لدعوات مقاطعة جميع المنتجات الأمريكية بسبب دعم الولايات المتحدة السياسي والعسكري لإسرائيل. والحمد لله نجحت كل حملات المقاطعة. بس الحكومة المصرية كان لها رأي تاني. الحكومة المصرية في نوفمبر أعلنت عن قفزة كبيرة في جميع أسعار السلع، وده كله في إطار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. كل ده كان السبب في ارتفاع نسبة الدولار بنسبة تجاوزت 120%. بنواجه جشع التجار في مصر ومواجهة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم والأسماك وحتى الخضار. كلنا كنا متوقعين إن بعد شرائنا للمنتجات المحلية أكيد هيزيد الاستهلاك عليها، فأكيد جودتها هتزيد وأسعارها هتقل. لكن للأسف حصل العكس، الشركات المصرية استغلت النقطة دي وكان ليها رأي تاني وزودت الأسعار للضعف. ويا ريتها جت على قد كده، لا ده كمان التجار المصريين اتجهوا إلى وقف البيع والشراء بعد المقاطعة، بمعنى انهم بدأوا يخزنوا المنتجات في المخازن الخاصة بيهم عشان يبيعوها بالسعر الجديد وبأغلى الثمن. والنهاردة الدنيا اتحولت، بقى سعر المنتج اللي مش تبع المقاطعة أغلى من المنتج المقاطع، والأسعار كل يوم في زيادة مستمرة، وللأسف مفيش رقابة ولا حتى سيطرة على كل اللي بيحصل في البلد ده. ولو في فكرة معانا حابين نتكلم فيها اكتبولي في الكومنتات، ولو فيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا فيديوهات تانية جديدة.